السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب أولى ثانوي مع مراجعة ليلة الامتحان الجزئية الخاصة بالجرامر يونت 10 11 12. السؤال الأول بيقول لي look at those black clouds، يعني انظر لهذه السحب السوداء، يعني ده تنبؤ بدليل يبقى be going to طبعا. السؤال الثاني بيقول لي by 2050، طبعا ده بحلول عام في المستقبل يبقى ده مستقبل تام يبقى will have والتصريف الثالث. expect يبقى على طول انا مغمض will. our last lesson ده مواعيد ثابته يبقى finished الحصه الاخيره. السؤال الخامس بيقول لي we studying the ing this book ادي by وزمن في المستقبل يبقى ده مستقبل تام يبقى الاجابه will have finished. السؤال اللي بعده by تاني by the time you get home، لما بحلول الوقت اللي هترجع فيه البيت ده مستقبل تام يبقى will have cleaned. I predict يعني تنبؤ في المستقبل بدون دليل يبقى will be. Number 8 I can't talk at the moment، مش هقدر اكلمك دلوقتي يبقى ده مضارع مستمر لانه حدث يمنع حدث يبقى I'm doing، انا بعمل الواجب. السؤال اللي بعده بيقول لي we probably يبقى will وانا مغمض لان probably ظرف من الظروف اللي بتيجي مع will. السؤال اللي بعده she has decided يبقى be going to يبقى is going to study. طبعا decided بنتكلم عنه يقرر، قرار يبقى ده قرارات مدروسة يبقى be going to. don't be late ما تتأخرش، الأتوبيس ده ميعاد أتوبيس يبقى أتوبيس leaves ميعاد أتوبيس ثابت. I'm really hungry ده دليل إنه جعان حتى لو في كلمة أو فعل يدل على will، لكن ما دام في دليل يبقى be going to يبقى أنا هطلب أكل. زي to Tokyo next week the flight بص book ticket يبقى are traveling. اللي بعده we shop، طبعا shop ده فعل وفعل عايز قبليه ده مصدر وعايز قبليه to أو will. طبعا will be ما تنفعش، طبعا will be ما تنفعش لأن هنا will be ده مصدر ومش هيجي بعديه مصدر تاني، وهنا going to ناقصة verb to be قبلها وhaving أصلا مش زمن يبقى الإجابة عندي هتبقى are going to. السؤال اللي بعده بيقول لي محمد سايز اس اهي، ما دام في اس اهي يبقى انا كده وانا مغمض هروح للمضارع يبقى جاز. السؤال اللي بعده 16 بيقول لي حسن اسكت ده ماضي، لما يجي لك ماضي دور على الماضي وانت مغمض. ايه الماضي هنا؟ طبعا مفيش حاجه اسمها did stay لان ده سؤال، انا ما عنديش سؤال، انا حتى لو هو سؤال بحوله لجمله خبريه. خلي بالك هي وير بس ده reported فبتحول الجمله الخبريه يبقى دي غلط ودي غلط، انا اسف. لا طبعا هنا في ما عنديش طبعا، ما عنديش حاجه اسمها did، ما عنديش حاجه اسمها did stay طبعا لانه ده هيبقى معناه التاكيد في الماضي. وفي عندي ماضي تاني اللي هو was staying، طبعا ده سؤال ما ينفعش وده مضارع ما ينفعش، يبقى مبدئيا انا عندي was staying. طب ليه was staying؟ لان اساسا انا عندي then وthen دي اصلها كان now وناو مضارع مستمر يتحول للماضي المستمر was were ing. she apologize بيجي بعدها ing، بعدين الافعال اللي قلت عليها في الشرح انه في عندي برضه افعال خاصه يجي بعدها ing مباشره او to المصدر مباشره زي promised، يبقى apologize بيجي بعدها ing يبقى انا عندي coming او not coming، فهو بيعتذر انه ما جاش يبقى not coming. السؤال اللي بعده بيقول لي she explained هي شرحت وفسرت ان هي to come and see me the following week ده مستقبل اللي هو اصلا next week، يعني عايز مستقبل ومحول. مستقبل محول يعني دي مضارع ما تنفعش ودي مضارع ما تنفعش ودي مستقبل ما ينفعش يبقى was hoping اللي هي اصلا كان is hoping. she admitted that her sister هي اعترفت ان اختها ساعدتها، هتلاقي عندك that afternoon يعني اصلها كان this afternoon و this afternoon دي من الكلمات الدالة على المضارع المستمر هتحولها لماضي مستمر يبقى was helping. ادم he would دي كان اصلها will يعني مستقبل، لكن هو برضو مش عايز ده، هو عايز الفعل فعل القول، هو بيقول لي he would meet me انه هيقابلني النهارده بالليل يبقى هو promised وهو وعدني. السؤال اللي بعده بيقول لي هاجر said that she had gone دي ماضي تام اصلها كان ماضي بسيط يبقى انا عايز ماضي بسيط يبقى previous night اللي هي last night.
هتقول لي ذات نايت، اقول لك لا، ذات نايت دي اصلها كان تو نايت، تو نايت مش ماضي بسيط. سلوى her parents، باباها ومامتها انها تذاكر كويس، يبقى وعدتهم a promised. he said that، هي قالت انها، جملة following يعني مستقبل محول، يبقى will هتتحول would. they promised that they، هم وعدوا انهم، خلي بالك هنا في as soon as اهي، و as soon as بيجي قبلها مستقبل وجاي بعدها مضارع يتحول للماضي، وجاي قبلها مستقبل هيتحول لود، كان ويل ويتحول لود. السؤال اللي بعده بيقول لك I said that، انا قلت انه انا any plans، ما عنديش خطط. طبعا انا مبدئيا بدور على الماضي، ده مش ماضي، ده مضارع وده مضارع وده مضارع، يبقى مبدئيا انا خلاص المساله سهله يعني، ما دام جمله محوله ادور على الماضي. لقيت بقى اتنين ماضي، هنا القصه تقف وتشوف مين فيهم الصح. لكن انت مبدئيا ما دام الجمله محوله ومفيش موانع تحويل، يعني ما عنديش مثلا فعل قول مضارع، ما عنديش جاست ناو، ما عنديش يوز تو، ما عنديش هاد بيتر، ما عنديش ماضي غير حقيقي، ما عنديش فعل ناقص في الماضي، ما عنديش حقيقه، كل ده مش موجود، يبقى الجمله ماضي، يبقى ادور على الماضي. مشكلتك فين؟ مشكلتك انك تلاقي اتنين ماضي في الجمله. he wouldn't be able، هو مش هيكون قادر، هو مش قادر ينام الا، او مش هيقدر ينام الا لما يخلص الواجب، مش هيقدر ينام الا لما يخلص الواجب، يبقى هو قال، يبقى he told. he told عايزه مفعول، يبقى ما تنفعش told. طب asked ده سؤال، say ما تنفعش ده مضارع، يبقى said. ما told دي عايزه بعدها مفعول، لكن هي دي ده فاعل الجمله الثانيه، يبقى ما تنفعش. نروح بعد كده ل عفوا، سؤال رقم 27. سؤال 27 بيقول منى said that، منى قالت انها to be a writer، عايزه تكون رايتر، اللي هي المفروض منى قالت انها عايزه تكون she wants، بس لما بتحولها ريبورتد تبقى ماضي، تبقى wanted، وزي ما قلت لك دور على الماضي، ده مضارع وده مضارع وده مضارع، يبقى الاجابه بتاعتي wanted. she said that her mother، هي قالت ان مامتها، هنا عندي then يعني now يعني is helping، تتحول ل was helping. السؤال اللي بعده they promised that they، هم وعدوا انهم، ادي as soon as اهي، دي حلنا قبل كده اللي هي would for. اللي هو سؤال 29. سؤال 30 هي admitted، هو اعترف انه وصل متأخر the night before، night before اللي هي last night. راح فين السؤال؟ اللي هي ماضي بسيط، والماضي البسيط بيتحول للماضي التام فتبقى had arrived. السؤال اللي بعده علي قال انه، جمله هي زي ما انت شايف at the weekend، جمله متحوله، وبالتالي المضارع هيبعد والمضارع هيبعد، دي وايه غلط، يبقى فاضل عندي بي وفاضل عندي سي، بي وسي في 31، يبقى الاجابه didn't ولا had. هو طبعا هو اساسا بيقول انه ما مش عايز يلعب. طب تقول لي طب ما ينفعش hadn't ليه؟ لان الجمله اصلا كانت مضارع at the weekend، اصلا كانت مضارع بسيط وتتحول للماضي البسيط، ما فيش مضارع بسيط بيتحول للماضي التام. السؤال اللي بعده ندى قالت a moment ago يعني لسه قايله من لحظات، يبقى الجمله هنا مش هتتحول، وبالتالي هتروح تدور على المضارع، المضارع فين؟ المضارع ايه؟ باين كلهم ماضي. السؤال اللي بعده رقم 33 بيقول لي الدكتور قال للأسرة، ادي هنا فاميلي مفعول اهو، يبقى الدكتور قال للأسرة يبقى told. طب سوي دي معناها يرفع قضية، واسكت ده تستخدم في السؤال، و سيد مش عايزه مفعول بعدها. I told ندى، انا قلت لندى ان انا to the cinema the day before يعني yesterday، يعني انا قلت لندى ان انا رحت السينما، وبالتالي الجمله هنا هتبقى وانا مغمض، هتبقى had been. فين had been؟ لان انا كنت ماضي بسيط تحول على الماضي التاني. نهى said that، نهى قالت انها راحت نامت بدري، هنا had gone يعني ماضي تام، كان اصله ماضي بسيط، والماضي البسيط هنا هيبقى اسف ماضي تام اصله كان ماضي بسيط او مضارع تام، لان هنا مفيش ماضي بسيط في الاختيارات، فهتبقى الجمله ذات نايت اللي هي كانت تو نايت وتحولت الى ذات نايت. السؤال اللي بعده بيقول لي حسن told منى، حسن قال لمنى
انها اجمل بنت. المفروض هنا دي صفات درجه ثالثه مع المضارع التام، يعني هنا المفروض هاز، وهذا تحاول تبقى هاد. مساله سهله والدرس لطيف يعني. السؤال 37 بيقول لي شي اسكت مي اف، هي سالتني لو وتمشي في الجمله ذا نيو اباوت. طبعا هي جمله محوله، وما دام جمله محوله هتروح للماضي. هتروح للماضي يعني ايه؟ يعني مفيش غير هاد، هي دي الماضي الوحيد في الجمله اهو. بص كده هتلاقي ده مضارع مضارع مضارع، يبقى خلاص تمام خلصانه يعني. مساله سهله ان شاء الله. السؤال اللي بعده زي اسكت وير، هي سالتني وير اين. طبعا تقول لي وير هيجي بعدها ايه؟ هيجي بعدها جمله خبريه، احنا اتفقنا على الكلام ده. يبقى اذا دي غلط ودي غلط، يبقى يا اما وي هاد يا اما وي وينت. طب الجمله هنا فيها بريفيوس، بريفيوس يعني سابق، يعني الصيف اللي فات، يعني ماضي بسيط، يعني تحوله للماضي التام يبقى وي هاد دان. سهله. السؤال اللي بعده بيقول لي شي سيد، هي قالت ان هما فور يعني تام، يعني مضارع تام. مضارع تام او مضارع تام مستمر تحوله على طول للماضي التام، يبقى مش ماضي بسيط مش ماضي مستمر، يبقى ماضي تام. سؤال 40 بيقول ماري او ماري informed me، بلغتني انها would دي اصلها كان will يعني مستقبل، يبقى انا عندي هنا مستقبل محول، ده ماضي، ده مش محول، وده ماضي، يبقى ما فضلش عندي غير the following day. السؤال اللي بعده بيقول لي اسماء asked me، سالتني. طبعا سالتني يبقى I was going out، لو هخرج بره، مش انا هروح فين. سالتني لو هخرج بره، يبقى الاجابه ويزر، لو يبقى ويزر على طول، اذا او لو. سؤال 42 بيقول لي بيتر he would phone، هيكلمني بالليل او بعد الظهر مساء يعني، يبقى بروميس وعدني. شهد قالت، هذا الجمله هنا بين اقواس يعني مش متحوله، يبقى انا عايز مضارع، يبقى didn't انت غلط was انت غلط وهاد انت غلط، يبقى الاجابه won't see. شيب apologize خدناها قبل كده اللي هي not coming، دي حليناها قبل كده. نروح بعد كده الاسئله الاعمق شويه. فبيقول لي I have finished my project، لينا قالت للمدرس حل يا عم، عايزين الريبورت بتاعها، يبقى لينا قالت للمدرس، يبقى ايه الاجابه؟ يبقى لينا told her teacher that she had finished her project. طب باين غلط ليه؟ هنا لينا told her teacher that she finishes، ده مضارع ما ينفعش. طب دي غلط ليه؟ لينا told her teacher that she has ايه يا عم؟ مفيش تحويل بمضارع. لينا told her teacher she finished، ده ماضي بسيط ما ينفعش، انا عايز ماضي تام من المضارع التام، لان اصل الجمله كانت مضارع تام. السؤال اللي بعده بيقول لي I need help، انا عايز مساعده في الواجب. ساره قالت، يبقى ساره قالت ان هي needed help ولا needs ما تنفعش مضارع، ولا needed help with her homework says، لا طبعا ده كارثه دي. وهنا ساره said she need، ده مضارع برضو ما ينفعش، يبقى الاجابه ايه. السؤال اللي بعده بيقول لي we will visit، احنا هنزور المتحف بكره. المدرس قال، طبعا المدرس قال ان هم زي ويل دي غلط ويل دي غلط، يبقى فاضل عندي بي وسي. هتمشي كده تمر غلط، يبقى ذا نيكست، يبقى الاجابه عندي ذا نيكست داي. السؤال اللي بعده دونت تاتش، او ده الامر اللي بتقول عليه اللي هو بيتحول لنوت تو تاتش. دور بقى على نوت تو تاتش اهي، هي دي، فتبقى الاجابه سي. يعني دونت بتتحول لنوت تو، نوت تو المصدر. السؤال اللي بعده بيقول لي وير ديد يو باي، اشتريت الجاكيت منين؟ حول يا عم، هتبقى الاجابه هي اسكد مي وير تشيل ديد وتبقى اي، يبقى وير اي بوت. وير اي بوت فين هي دي اصلها ماضي، يبقى وير اي بوت او هاد بوت. ماضي بينفع يتنه ماضي او يتحول للماضي التام. This house looks very old، البيت شكله قديم. وبيقول ات هنا بقى رحنا لليونت 12، يبقى ماست، يعني اكيد البيت ده مبني من اكتر من 20 سنه، ده بيت قديم متهالك يعني. النور مطفي، يبقى اكيد مفيش حد في البيت، مفيش حد اكيد، لا يبقى كانت. اللي بعده المتحف كان مغلق بس هو زي يعني ماضي، يبقى ايه؟ يبقى اكيد محدش زاره امبارح، يبقى كانت هاف. ذا فود برينت ار فريش، البصمه بتاعت الاقدام لسه ما نشفتش، يبقى الانيمال ايه؟ اكيد مشي من هنا، يبقى must be passed، يبقى اكيد الحيوان مشي او مر من هنا.
السؤال اللي اسف must have، ما عنديش must be والاي ان جي ده لو مضارع مستمر، هي must have طبعا. I'm sorry انا بجري بس عشان نلحق نخلص، لان لسه في كمان تانية ثانوي، فعمالين نحارب ان احنا نلحق نخلص. السؤال اللي بعده she's wearing، هي لابسه الزي الرسمي بتاعها، يبقى اكيد هي ممرضه، يبقى must طبعا. that be my uncle's car، هو عربيته زرقاء مش حمراء، يبقى اكيد دي لا، يبقى can't be my uncle's car. 56 بيقول لي there is no food in the fridge، اكيد مفيش اكل في الثلاجه، يبقى اكيد هم راحوا يتسوقوا، يبقى must have gone shopping. السؤال اللي بعده 57 بيقول لي فاطمه gone to school today، هي النهارده اجازه، يبقى اكيد هي ما راحتش، يبقى can't have. the alarm didn't go off، الجرس ما رنش last night امبارح بالليل، يبقى اكيد هي كانت turn off، هي كانت طافيه، اكيد يبقى must، يبقى اكيد هي كانت عاملاه صامت. السؤال اللي بعده بيقول لي he had no money، معهوش فلوس، عشان كده هو مش هيقدر يسلفني، يبقى هو خلي بالك هنا بيقول لك had، يبقى can't have. فين؟ he had no money so، هنا can't have lent انه ما سلفنيش، بس خلي بالك هو جايب هنا so دي معناها انه حدث لسه جاي، فغالبا بيبقى كان طبعا ده سؤال طبعا الاثنين يحتمل الاجابتين يبقوا صح، بس طبعا عشان فيفضل ان احنا نستخدم كانت هاف كانت ليند. السؤال اللي بعده ادم هاز درانك 3 جلاسز، ادم شرب 3 كوبايات من الميه، يبقى اكيد هو مش عطشان، يبقى كانت، يبقى اكيد هو مش عطشان. السؤال اللي بعده رقم 61 بيقول لي he spent all day sitting at cafe، قاعد طول اليوم في الكافيه، يبقى اكيد هو مش في الشغل out، يبقى اكيد هو مش في الشغل، يبقى must be out of job، ما عندوش شغل. السؤال اللي بعده 62 بيقول لي he space be a home now، هو في البيت ولا مش في البيت، لانه عربيته مش موجوده، يبقى كانت، عربيته مش موجوده يبقى كده هو مش في البيت، يعني احتمال ممكن يكون عربيه مع حد تاني يعني. سؤال ضعيف شويه. they left early because the bag are done، هو غادر بدري لان الشنط هم غادروا بدري ان الشنط مش موجوده، يبقى اكيد غادروا بدري، يبقى must have. السؤال اللي بعده بيقول لي الانوار لسه even though لسه still on، لسه مولعه، رغم انه even though everyone left كل the lights are still on، الاضواء لسه منوره، ومع ذلك everyone left someone يعني يقول لي الانوار مولعه واساسا كلهم مشوا، فبيقول لي اكيد someone نسي يطفي النور، يبقى ماضي، واساسا هو جايب لي forgotten، يعني هي مساله مش محتاجه يعني، فاكيد هي must have وتصريف تالت. سؤال 65 بيقول لي محمد at school because I haven't seen him there today، محمد اكيد ما راحش المدرسه لان انا ما شفتوش، محمد اكيد ما راحش المدرسه لان انا I haven't seen him there today، انا ما شفتوش النهارده، يبقى المفروض هنا انها تبقى كانت have had at school because I haven't seen، اكيد ما راحش المدرسه، بس يعني هو اكيد ما راحش المدرسه بس ده مش شرط ومش دليل ان انا ما اشوفوش، فهنا الاحتمال اقوى يعني، فهتبقى محمد may have been، احتمال يكون راح احتمال لا، لانه انا ما شفتوش مش شرط ومش لازم انا اشوفه عشان يكون هو راح او ما راحش يعني. علي hasn't come to work yet، علي ما راحش الشغل ابدا، ما راحش خالص. he has never been late for work، هو ما بيتاخرش، يعني هو طبيعته انه ما بيتاخرش، وما دام طبيعته انه ما يتاخرش وهو ما راحش الشغل النهارده، يبقى الاجابه هتبقى 66 هتبقى علي hasn't come to work yet، he has never been late for work، he must have missed the bus، اكيد الاتوبيس فاته.
سؤال 67 بيقول لي you haven't eaten anything since morning، ما اكلش اي حاجه طول الصباح، يبقى هو اكيد دلوقتي هيكون جعان must be hungry. 68 it's very cold، 68 بيقول لي it's very cold، الجو بارد، it's very cold outside، الجو بارد بره، لكن الشبابيك مفتوحه، يبقى هو اكيد نسي يقفل الشباك must. السؤال اللي بعده توم written this because it's in the French، هو كتب ده ولا ما كتبوش؟ بيقول لك هو باللغه الفرنسيه وهو ما بيعرفش فرنساوي، يبقى هو اكيد ما كتبوش، يبقى الاجابه كانت هاف. السؤال اللي بعده بيقول he looks so tired، هو شكله تعبان جدا work very hard، اكيد اشتغل بجد، يبقى must have. سؤال 71 he spaced the roasted beef when we were out، يعني اكيد كلنا roasted beef. he is vegetarian، لا ده هو كمان نباتي، يبقى ما كلش، ما دام نباتي يبقى كانت have eaten، يبقى اكيد هو ما كلش روست، ما كلش لحم بقري مشوي، لان هو كمان vegetarian، يبقى ما كلش. اخر سؤال عندنا بيقول he broke two of the plates، كسر طبقين واثناء ما كان washing، هو بيغسل الاطباق. طيب هو كسر خلاص يعني، فهو كان المفروض يكون حريص اكتر من كده، يبقى ده اللي نسميه اللوم، يبقى should have لوم should have been more careful. نروح بعد كده لأسئلة الريرايت. أول سؤال بيقول لي استخدم I am، وجملة بتقول I intended، أنا نويت، يبقى خلاص المسألة سهلة، هتبقى مادام المسألة بيقول فيها أنا نويت، يبقى الإجابة هتكون intended، طبعا بتبقى I am. والخط كبير كده ليه؟ يبقى الإجابة I am. هتبقى الإجابة إيه؟ I am going to study، حلنا الأسئلة دي مع بعض امبارح. I am going to study medicine. السؤال اللي بعده بيقول لي استخدم after، هتشيل once وتحط مكانها after، سهلة خالص، after بيجي بعديها مضارع تام ثم مستقبل، يبقى تشيل once وتحط ايه after في أول الجملة. السؤال اللي بعده بيقول لي he will leave when، هيغادر لما أخته توصل، وقال استخدم until تيجي في النص قبلها مستقبل منفي، يبقى he won't leave، he won't leave until his sister arrives، هو مش هيغادر الا لما اخته توصل. السؤال الرابع استخدم going to اللي what are you plan، خططك ايه للاسبوع الجاي، يبقى هتبقى الجمله what are you going to do، what are you going to do next weekend. بعد بيقول لي everything is arranged for my birthday، يبقى اكيد بيقول لك كل حاجه معده لعيد الميلاد، يبقى I am having a birthday party. السؤال اللي بعده بيقول لي سارة بلان، سارة بتخطط